السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نحضروا مع بعضنا بوشيه اللي كيجيني سهل بزاف. هو اكثر حاجه كنديرها لوليداتي بحال هكذا الكوتي، فكيعجبهم بزاف، والاهم انه كيتكال سخون فدغيا كيوجد. انا كيجيني من الحوايج اللي ساهلين بزاف. نبداو الطريقه والمكونات على بركه الله. فبالنسبه للمكونات اللي بالطبع ساهلين ومتوفرين في كل منزل، كنحتاجوا زلافه ديال الدقيق ديال الفينو. بالنسبه للزلافه اللي غنعبر بها الدقيق هي اللي غنعبر بها الفرز، وفي نفس الوقت غادي نعبر بها الماء. كنحتاجوا الدقيق الابيض نفس الزلافه، فانا غندير زلافه وغادي ندير معلقه ديال الخميره، معلقه عامره، ندير الملحه على حسب الذوق، وغادي ندير معلقه عامره ديال السكر حبيبات. تقدروا تعوضوها بمعلقه ديال العسل، كيعطي ديك الحموريه وكيعطي واحد شويه ديال البنه. بالنسبه للناس اللي كيتفاداو السكر فانهم يحيدوه. هنا غادي نضيف زلافه ديال الماء، فانا في الغالب كنستعمل زلافه ديال الماء. اليوم هاد الدقيق فينو بان لي كيشرب ولا الدقيق فورت، ما عرفتش انا واحد فيهم. داكشي علاش غادي نضيف. فهنا بعد ما خلطت، بالنسبه للمبتدئات يديروا زلافه لا غير، يعني الا كنتو اول مره كتخدموا فمن الاحسن انكم ديروا زلافه فقط. انا لانني كنديروا بزاف المرات، داكشي علاش فانا بالنسبه للخليط بان ليا شويه باقي شارب. داكشي علاش غادي نزيد واحد تقريبا واحد 4 كاس ما كاملش ديال الماء، تقريبا 2 معالق حتى ل 4 كاس ديال الماء. صافي كنخدم العجينه مزيان حتى كتندمج مع بعضياتها. تقدروا تخلطوها في العجانه. انا قلت ما كياخذش بزاف ديال الوقت وما كنوسخش يديا، داكشي علاش فكنخدمو بحال هكا بمعلقه ولا باي سباتولا كانت عندي في يدي، يعني دغيا كيتخدم. صافي انا كنبغيها بحال هكذا تكون جاريه، يعني كنبغيها تكون بحال السفنج، داكشي علاش فصافي هذا هو القياس اللي خاصني. صافي غادي نغطيها ونخليها حتى كتخمر. هنا بعد ما جمعتها كيف قلت لكم، الا كنتو اول مره فضيفوا غير زلافه بوحدها صافي. بالنسبه للخميره في الغالب في الصيف كتاخذ ليا حتى ربع ساعه كتخمر. دابا لان الجو برد تقريبا خدات ليا 35 دقيقه. هنا كيف كتشوفوا صافي. هنا بعد ما غنخليها حتى كتخمر على خاطرها. كيف قلت لكم البرد يعني ما الجو بارد، وخصوصا ان كاينه الشتا، داكشي علاش ما خمرش ليا بزاف. صافي هنا بعد ما خمرات خدات ليا تقريبا 35 دقيقه. غادي نديكازيها وغادي نجمعها مزيان حتى كنحس بصافي انا داك الهواء حيد منها. وغادي ندير منها كويرات، غنديرها في الصينيه اللي سبق ودهنتها بشويه ديال الزيت. يديكم حتى هما دهنوا بشويه ديال الزيت، ولا بغيتو دهنوا بشويه ديال الماء بحال. فالا كنتو باقا مبتدئات دهنوا شويه ديال الزيت باش ما كتلصقش ليكم، وإلا كنتو صافي مولفين كتوجدوهم محترفات فغدهنوا بشويه ديال الماء وتخدموها. صافي هنا غندير هاد الكويرات، تقريبا خرجت ليا 6 ديال الكويرات. انا حاولت نخرج 6 ديال الكويرات ودرت واحد الكره صغيره لولدي الصغيور. كيعجبو يشوف عجينه صغيره، خبيزه صغيره مسيمنه صغيره بغريره صغيره، داكشي علاش كيفرح بهم بزاف. فبحال هاد الحوايج اللي كيكونوا بساط فما فيها باس اننا نفرحوا بهم وليداتنا. وصافي خليت له هاد الصغيره هادي كيف قلت لكم. غنخليها ليه هي الاخرى، يعني هاد الصغيره غنخليها لولدي الصغير. صافي الا كنتو اول مره غتوجدوا فمن الاحسن انكم ديروا ورق الزبده باش كتحكموا فيه اكثر. انا بما انني كنخدموا دائما فما كاينلاش، فكنقرصها بحال هكذا، كنرش شويه الزيت كنقرصها وكنديرها في مقيله اللي كتكون بالطبع سخونه على نار اللي كتكون اقل من المتوسط. فمن الاحسن انكم تنقصوا من العافيه باش كتاخذ حقها في الطياب وكتنفخ مزيان. الا درتوها في حراره مجهده ما كتجيكم زوينه وكتحرق لكم، فمن الاحسن انكم تنقصوا من العافيه. صافي نقرص الثانيه بحال هكا ونبقى بشويه بشويه حتى كنكمل الكميه اللي عندي. صافي هنا بعد ما قرصتها غنحطها كيف قلت لكم. الا كنتو اول مره غديروا ورق الزبده كيعطيكم العبار اللي بغيتو نتوما وكلشي، فانا كنخدم بايديا مباشره. والا بغيتو ان شاء الله فيديو اخر ندير لكم حتى السفنج حتى هو بالطريقه ديال الناس ديال كازا ولا بطريقه ديال الناس ديال الرشيديه حتى هما راه كيديروا. صافي هنا بعد ما خليتها تطيب كنوريكم درجه الحراره كيفاش دايره، يعني النار مهيله باش كتاخذ حقها في الطياب. كنبقى نتسناها حتى كتبان ليا تنفخات شويه، وكندير لها شويه ديال الزيت وكنقلبها صافي وكنبقى نحرك. فانا كيف كتعرفوا دائما الفيديو ديالي كنبقى نحرك بزاف، سواء مسمن ولا البطبوط ولا اي حاجه كنطيبها باش كتاخذ حقها في الطياب من الجوانب كاملين. كنبقى نحرك بحال هكا. صافي هنا بعد ما طابت كنكون درت واحد البريري ديال اتاي حتى هو يوجد، والصينيه حتى هي وجدتها، يعني كيطيبوا كاملين كيوجدوا مع بعضياتهم. صافي هنا بعد ما وجدتها غادي ندير واحد شويه ديال الزبده والعسل يذوبوا حتى هو معايا باش كندهن بهم، يعني كيبقى اختياري على حسب الذوق ديالكم. فانا هنا غندير زيت الزيتون وغندير شويه ديال العسل وغندير غير شويه نسبه قليله ديال الزبده.
لان ما كانش عندي زبده بلديه، درتي زبده الروميه، داكشي علاش. فدرت زيت العود بزاف. صافي هنا كيف كتشوفوا بعد ما دابت وندمجوا كنديروها مباشره وهما سخان. تقدروا تدهنوا وحده بوحده، يعني بالوحده انا غادي ندهن غير الفوقانيين، لان وليداتي ما كيبغوهاش بزاف مدهونه، داكشي علاش انا كنبغيها مدهونه، فغنديرها الفوقانيه والتحتانيه كتبقى دائما ديالتي كتكون واخده حقها كتشرب مزيان. صافي هنا بعد ما دهنتها فكنقدموها وهي سخونه، وكيف كتشوفوا راه كتجي زوينه وكتجي مسفنجه بحال السفنج. صافي انا غنقطع لكم باش تشوفوها من الداخل كيف كتجي، والاهم انها تقدم وهي ساخنه، فملي كتكون سخونه كتكون لذيذه اكثر. صافي انا نقطعها لكم باش تشوفوها من الداخل كيف كتجي، وانتم غتحكموا بنفسكم كيف جات. وكنتمنى لكم تجربوها. بالنسبه للناس اللي غادي يجربوها ما تنساوش انكم تخليو ليا في التعليقات ديالكم، وكيف دائما كنقول لكم ما تنساوش تخليو لي القليبات ديالكم اللي كيفرحوني بزاف 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 وكيشجعوني انني نحط فيديوهات اكثر واكثر. واللي حطت لي قليبات كنقول لها الله يجازيها بخير، شكرا بزاف. وهذا هو الشكل ديالها من الداخل كيف كتجي. الصراحه كتجي بنينه بزاف وكتجي لذيذه وما تشبعوش منها. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء.